بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أبو خالد الدعوية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يقال لهم في نهاية هذا المجلس الذي يذكر فيه الملك جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة الكرام، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري وهو عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما أتت بذلك الرواية الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الكرام، بعض الإخوة قد يجلس في بعض المجالس التي يستهزأ بالكتاب والسنة فيها، وقد يجلس في بعض المجالس التي يخاض في آيات الله فيها، وقد يجلس في بعض المجالس التي يطعن في بعض الأنساب فيها ويفتخر في بعض الآباء فيها، وقد يجلس في بعض المجالس التي يدار فيها بعض المحرمات مثل الأغاني والدخان وغيرها، وقد يتربع ويتسمر أمام تلك الشاشات عزكم الله التي تبث العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ثم تجده يتكلم بملء فيه ويقول: الحمد لله، أنا مغير المنكر بقلبي وآخر درجات التغيير ولله الحمد، وغيري لم يفعل ذلك. أقول: اعلم رحمني الله وإياك يا من غيرت هذا المنكر بقلبك أنه يجب عليك وجوب مع تغييرك له بالقلب مفارقة المكان، وإلا يا أخي الكريم أنت شريكا لهم بذلك الإثم في ذلك الإثم ولو غيرته بقلبك. والدليل يا عبد الله، يا من تبحث عن الدليل، قصة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، أبعد غزوة قصدها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة. فلو تأملتم معي أن المتحدث واحد، فأنزل الله عز وجل في حقهم آيات تتلى إلى قيام الساعة. يقول جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن المتحدث يا إخوة كما تعلمون وكما لا يخفى على علمكم واحد، ولكن الله عز وجل أنزل في المجموعة آيات تتلى إلى قيام الساعة. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وأنا رأيت أحدهم، أي بعد الحادثة، يتعلق في دابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر ويقدم الاعتذارات ويقول: يا رسول الله إنه حديث سفر، كنا نقطع السفر بمثل هذه الكلمات، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عن هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعض الإخوة هدانا الله وإياه، عندما تذب عن عرض أخيك المسلم، أو عندما تطلب منه السكوت،
أو عندما تذكره بالله وتقول يا عبد الله لا تتكلم في عرض أخيك المسلم، تجده ينتفض ويتأفف ويتذجر ويقول الحمد لله أنا لم أذكر شيئا ليس موجود فيه، كل الذي ذكرت في الكلام وأنتم شهودا على كلامي، كل الذي ذكرت موجود فيه. وهذا الإشكال يا عباد الله قد أشكل على خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طرح حبيبكم صلى الله عليه وسلم سؤالا على الصحابة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قام أحدهم وكأنه متعجب قال يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد جل وعلا. وبعضهم يا عباد الله تجده يتصدر بعض المجالس ويرمي بالكلمات يمنة ويسرة تبلغ الآفاق وهو لا يعلم والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ ليقال مثلا فلان فاكهة المجلس، وفلان يشار إليه بالبنان، وفلان من دونه ما يسوى المجلس شيء، وقد يخسر الخسران المبين يا عباد الله بسبب هذه الجارحة التي لا تكل ولا تمل وهو لا يعلم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم رب كلمة ما يلقي لها صاحبها بال تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في النار والعياذ بالله. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني كما قيل في الأمثال. ولذلك أيها الإخوة لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في الحديث الطويل الذي ذكر له حديثا عظيم، ثم قال له في نهاية الحديث قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا نبي الله، حرص على الخير رضي الله عنه وأرضاه. قال بلى يا نبي الله. يقول معاذ فأخذ بلسان حاله صلى الله عليه وسلم ثم قال كف عليك هذا. تعجب معاذ قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ حتى الكلام يعني؟ قال نعم ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوه إلا حصائد ألسنتهم والعياذ بالله تعالى. ولذلك يا عباد الله السلف كانت أحوالهم عجيبة مع الغيبة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح يقول ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة محرم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول أحدهم يقول لو كنت مغتابا أحدا من الناس لاغتبت والدي فهم أحق من الناس بالحسنات. والحسن البصري يا عباد الله أتاه رجل قال له يا أبا سعيد فلان من الناس يتحدث فيك، فقام أبا سعيد رحمه الله وأحضر طبقا من التمر أو من الحلوى، ثم ذهب إلى ذلك المغتاب وطرق عليه الباب، فلما خرج كأن الرجل علم بأن أبا سعيد أخبر بحاله بكلامه، قال له ما بك يا أبا سعيد؟
قال سمعت أنك أهديت إلي حسناتك فأنا أريد أن أكافئك بهذا الطبق فجزاك الله خيرا، فأنا أحوج ما أكون إلى الحسنات. ولذلك سئلت أمكم رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات الصديقة بنت الصديق الفقيهة، سئلت عن أناس يطعنون في أبي بكر وعمر بعد الممات، فأجابت بقولها أراد الله عز وجل ألا تقف حسناتهم أي أبي بكر وعمر، فقيض لهم هؤلاء الأشقياء فهم يطعنون في أعراضهم، فهي حسناتهم تمشي إليهم بعد مماتهم، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وسفيان الثوري العالم الجليل يا عباد الله كان جالسا مع طلابه وتلاميذه، وطرح عليهم سؤال العالم العارف، قال لهم إذا قلت لكم إن معنا من ينقل الكلام إلى السلطان، هل أحد منكم متكلم في السلطان فيه؟ قالوا لا، كيف يا إمام، كيف نتكلم وعندنا من ينقل الكلام له؟ قال وإذا قلت لكم إن معنا من ينقل الكلام إلى علام الغيوب جل وعلا وهم الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. ولذلك يا إخوة يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام معناه، يقول وإنك لتعجب من الرجل العاقل الذي يتنزه عن أكل الحرام ولا يتنزه عن أكل لحوم إخوانه المسلمين. بعض الناس يا عباد الله عنده ورع شديد وعنده جلد في العبادة، ولكنه في الغيبة من السابقين الأولين والعياذ بالله تعالى. وبعض الناس يا إخوة قبل أن يغتاب أخوه المسلم تجده يقدم مقدمات لطيفة وهي مشهورة على ألسن كثير من الناس إلا من رحمه الملك جل وعلا، وهي قد زينت لهم من قبل معلمه الأول وهو الشيطان عاذنا الله وإياكم. تجده قبل أن يغتاب أخيه يقول فلان الله يمسيه بالخير، وفلان الله يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وفلان الله يجزاه عن أمة محمد خيرا، ثم يبدأ في نهش عرضه وفي تحليل شخصيته كما يقولون في هذا الزمن حتى ينفض المجلس والعياذ بالله تعالى، وقد قاموا وكعلى جيفة حمار والعياذ بالله من نتانة ذلك المجلس الذي لم يذكر الله عز وجل فيه. ولذلك يا إخوة أحث نفسي أولا المقصر في هذا الجانب، ثم إخوتي عن عدم الاسترسال مع هؤلاء المفلسين الذين ينسرون حسناتهم يمنة ويسرى وهم لا يبالون. ولعلي أختم بهذا الحديث العظيم الذي طرحه صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته وللصحابة. قال لهم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المفلس، قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع يا رسول الله. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فيعطون من حسناته، لأن القيامة كما تعلمون يا عباد الله لا دينار ولا درهم، حسنات وسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته، أي هذا الذي قد اغتاب الناس وظلمهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أي أخصامه وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله تعالى. ولذلك يقول أحدهم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، كان التهاب لقاءه الشجعان. فإذا يا عباد الله هذه كلمات يسيرة في خطر الغيبة والعياذ بالله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينتفع بها،
ونجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا كلمة التوحيد، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.